فاطمة، يا فاطمة. ايوه يا محمد، عايز حاجه؟ انت فين؟ بتعملي ايه عندك؟ انا بحضر الفطار. سيبي اللي في ايدك وتعالي شوفي لي الشراب البني. الشراب ده وسخ في الحمام. تعالي هنا وكلميني. ايوه ايوه يا حبيبي، اصل انا ما لحقتش اغسل الغسيل امبارح لاني كنت تعبانه. روح البس واحد غيره. البس شراب كحلي على بدله بني، يبقى انت بتفهمي في الذوق انت. طب غير البدله. ما عنديش وقت يا ست هانم، اتاخرت ولسه المشوار طويل. ما انا كمان زيك يا محمد. يعني ايه زيي؟ لا طبعا حضرتك ما انت زيي ابدا، انا راجل وانت ست. ايوه ست، لكن بتشتغل زيك زيها. انت بتعايريني؟ اقعدي في البيت. واجره البيت مين اللي يدفعها؟ مش شرطك؟ مش ده البيت اللي عجبك؟ انا ما عجبنيش، بس ما كانش فيه قدامنا غيره. ما انت اللي متصربعه على الجواز. يا خبر، الساعة بقت 7 كده، عاجبك كده؟ يلا بينا يا فالحة. مالك يا فاطمة؟ حاطة ايديكي كده ليه؟ انت تعبانة؟ تعبانه قوي يا امل، مش قادره. حاسة بايه؟ كل جسمي مكسر. من ايه؟ من شغل البيت والشغل والمواصلات. تصوري، انا بصحى كل يوم الساعة 5 صباحا عشان احضر الفطار، ومحمد يصحى 6 وننزل من البيت الساعة 7 عشان الحق اجي. والحمد لله اغلب جدولي الحصة التانية. طب لما تروحي ابقي نامي الظهر شوية. انام امتى؟ اذا كنت بوصل بيت الساعة 4 يا دوبك اكمل بقية الاكل ونتغدى، وبعدين انضف الشقة واغسل المواعين. ومحمد ما يغسلهمش ليه؟ هو ما بيساعدكيش في البيت؟ يساعدني مين؟ كل ما اقول له يقول لي ده من اختصاص الست، حتى الخضار واللحمة ما بيرضاش يجيبهم. طب وبعدين؟ ده انت تهلاكي كده. شوفي لك شغالة ولا اي حد يساعدك. الشغالة؟ انت بتتريقي؟ انت عارفة الشغالة دلوقتي بتاخد كام؟ اكتر مني ومنك، رغم ان يبقى ما تجيبيش سيرتهم، يجعل كلامنا خفيف عليهم. بس التعب واضح عليكي خالص. مش عارفة، بقالي 4 أشهر جواز كأنهم 4 سنين. تعبت قوي. مش قلتلك انه اول شهر بس هو اللي عسل والباقي بصل؟ وكله كوم وعصبيته كوم. تصوري لو مرة جه من بره ما لقاش الأكل استوى يروح رامي الحلة على الأرض. ايه؟ يدلق الاكل؟ ايوه، اللي تعبت فيه وطلع عيني لغاية ما خلصته. وانت تسكتي؟ اعمل ايه يا امل؟ بخاف احسن يضربني. يضربك؟ اهو ده بقى اللي ناقص. اوعي تخليه يمد ايديه عليكي ابدا. عشان كده لما بلاقيه عصبي ما بحاولش اقف قدامه، بسيبه يكسر او يعمل اي حاجة ينفذ فيها. على الاقل لازم يحس بالغلط اللي بيعمله. ابقي خصميه، ما تكلمهوش كده يجي 2-3. حصل، وقعد يتأسف ويبوس في راسي لغاية ما صالحته، وتاني يوم يرجع تاني. لا، ده عايز دكتور نفساني. اتأخرت ليه يا ست هانم؟ اصلي وقفت على محطة المترو كتير قوي، يظهر كان في عطلة او الكهرباء مقطوعة. مش معقول اللي بيحصل ده، كل يوم اتغدى الساعة 5 وانا هنا من الساعة 3. طب يا اخي سخن الاكل واقعد كل. نعم، اسخن ايه؟ اهو ده اللي ناقص. يا هانم انا عمري ما عملت لنفسي كوباية شاي، انت لازم بتخرفي. لا يا محمد، انا ما بخرفش. انت مش ليك ايدين زي ما انا ليا؟ هو انت ايه يا اخي؟ مش انسان زي ما انا انسانة؟ لا يا اختي، لا يا ست هانم، فرق شاسع قوي بيني وبينك، ده حتى ربنا فضل الذكر على الانثى. انت لو بتعرف ربنا كنت رحمتني. هو انا ايه؟ الجارية اللي اشتريتها؟ انا خلاص زهقت منك ومن عيشتك، طلعني. بتقولي ايه؟ اطلقك؟ ايوه طلقني يا محمد. وهنا عليك تطلعي الكلمة دي من بقك؟ زي ما هان عليك، مش راضي تساعدني في اي حاجة مع اني بشتغل زيك. بعد 4 أشهر بس تطلبي الطلاق؟ ولا عايزة تروحي تتجوزي الجزار بتاعكم؟ الجزار يمكن يكون عنده رحمة عنك. رحمة؟ منين وهو طول النهار عمال يدبح في البهايم ويقطع في أجسامهم؟ فعلا، لكن انت بقى بتقطع في انسانة مش في حيوان، وانسانة بتقول انك بتحبها. فعلا بحبك يا فاطمة، اذا كان عندك اي شك في حبي صرحيني. انا متأكدة انك بتحبني، لكن برضو متأكدة انك مريض ولازم تروح لدكتور عشان تتعالج. انا مريض؟ ايوه يا هانم يا مثقفة. ها، اكتشفتي مرض ازاي؟ من انهي كتاب علم نفس قريتيه؟ انا ما بقراش كتب، وانت عارف ليه؟ علشان ما بتحبيش القراية زي انا ما بحبها. لا يا سيدي، عشان ما عنديش وقت زي جنابك، قاعد من ساعة ما تروح من شغلك يا اما تحل كلمات متقاطعة يا تقرا جرايد. علشان تعرفي ان جوزك انسان مثقف مش جاهل. اذا كنت مثقف حقيقي كان لازم تحس بالانسانة اللي عايشة معاك قد ايه بتعاني من الحياة وعندها احباط. احباط؟ اهي دي بقى كلمة جديدة. برافو، عرفت تتكلمي اهو. انا اللي عرفت اتكلم؟ طب اسمع بقى، انت انسان لا مثقف ولا حاجة،
انت مدعي ثقافة. فاطمة، لقيتي حل في مشكلتك؟ ابدا، بس عندي امل اني اصلح من حاله. لا، ده مفيش فايدة. من شاب على شيء شاب عليه. عشان والده توفى وهو صغير، أمه دلعته لأنها حاولت تعوضه فقدان أبوه. فعلا كانوا بيقولوا انه دلوعت امه. وطبعا ما كانتش بترفض له أي طلب رغم الحرمان اللي كانوا عايشين فيه. ليكي حق، تربيته في الاصل هي سبب مأساتنا. يعني لازم ابدأ معاه من جديد كأنه طفل صغير وبربيه. وتفتكري هيتغير؟ اهو ربنا يقدرني. بس اللي تعبني غيابي عن البيت كتير. لو الاقي حاجة توصلني بسرعة. اسمعي، أنا عارفة إن حضرة النظرة ساكنة في أول مدينة نصر، وجوزها عنده عربية وبيجي ياخدها. ممكن تروحي معاهم. مش معقول يا امل. اولا انا اتكسف اركب معاهم، ثم محمد منبه عليا مركبش مع اي حد حتى لو كان ابويا. معقولة؟ لسه في حد بالعقلية دي؟ احنا قلنا ايه؟ محمد مش طبيعي، لازم اصبر. بيت ايه يا فاطمه ده؟ الاكل مليان فلفل اسمر كده ليه؟ ابدا، ده حتى حبه صغيره اللي انا حطيتهم. الله يرحمها كانت تقول للطباخ او الست اللي اكلها وحش يملوا الاكل فلفل وشطه علشان يداروا وحشه الاكل. الله يرحمها بقى علمتك حاجات كتير الا حاجه واحده. ايه هي؟ انك تعتمد على نفسك. ليه بقى؟ شايفاني لابخه ولا خيبه؟ لا العفو، ده انت شاطر قوي. طب تعالي كده اتفرجي عليا في شغلي، كلهم بينبهروا مني وكل مدير يجي ما يبطلش شكر فيا. يمكن الحاجه الوحيده اللي تعرف تعملها هي فعلا شغلك. طب ما هو المفروض ان راجل وما اعملش غير شغلي. الله يرحمها كنت لما اجي اعلق بيجامتي كانت ترفض وتقول لي ربنا خلق الست ليه؟ علشان تخدم الراجل. امك الله يرحمها كانت قاعده في البيت، حتى الخضار ما كانتش بتجيبه، مش كده ولا ايه؟ طبعا فعلا كانت ست بيت ممتازه. اما انا بقى فست شارع، مش كده؟ الله انت زعلت يا فاطمه؟ اسمع يا محمد، انا شخصيا تعبت. بقالنا 6 اشهر دلوقتي متجوزين، ولغايه دلوقتي ما جبناش حته عيل. ايه اخلف؟ ده انا لو على رقبتي. يعني افهم من كده انك مش عايزه تخلفي مني؟ اسمع يا محمد يا حبيبي، فكر كويس بهدوء وبعقل. تفتكر انا لو خلفت دلوقت مصير الطفل ايه؟ مصيره زي اي طفل بيتولد. الطفل ده مش عايز رعاية؟ مش عايز نقعد جنبه ربيه؟ ولا حتى شغالة تقعد بيه؟ تفتكري ان كل الستات اللي بيشتغلوا زيك ما بيخلفوش؟ ده ما فيش اكتر من الخلفه في بلدنا. غلط، اكبر غلط، عشان ما لقيوش حد يوعيهم ويفهمهم. وانت بقى مين اللي وعاكي؟ مفيش حد وعاني، انما التعب اللي انا فيه، البيت والشغل والمواصلات. انت بقى اللي خرعه وضعيفه. ما كل الستات بيعملوا نفس اللي بتعمليه ده واكتر، وعندهم بدل العيل 2 و3. ما هي كل ست من دول مش ست، دي هيكل ست، انسانة محطمة عندها احباط شديد، ومن كتر الاحباط تلاقيها ما تمتش 30 سنة وعندها مليون مرض، سكر، تصلب شرايين. كل ده علشان طلبت منك انك تخلفي حته عيل العب بيه. ايه؟ تلعب بيه كده؟ طب والله العظيم ما انا مخلفة. اسمعي يا امل، انت قاعدة للحصة الاخيرة؟ أيوة، في حاجة؟ اصل انا ما عنديش حصص من التالتة، وعندي الاخيرة بس، والنهاردة عيد ميلاد محمد. كل سنة وانتوا طيبين. عشان كده عايزاكي تاخدي الحصة الاخيرة بدالي، وانا اروح اعمل تورتة وافاجئه بيها. دايما عندك ذوق. ويا ترى الباشمهندس بيفتكر هو كمان عيد ميلادك؟ طبعا يا امل، وبيجيب لي هدية كمان. ربنا يهنيكوا. طبعا الست لسه ما جاتش. محمد، انت جيت؟ الله، انت هنا؟ ايوه حبيبي، اوعى تيجي المطبخ. ليه؟ مخبيه حد عندك؟ اخص عليك يا محمد، برضو تقول لي كده؟ اصلك ما تعرفيش يا حبيبتي انا بغير عليك قد ايه، وقد ايه بفرح لما احط المفتاح في الباب افتح الاقيكي قاعده في انتظاري. زي ما كنت بتلاقي والدتك قاعده بالظبط. تصوري ما كانش يجي لها نوم طول ما انا بذاكر او سهران عند حد من اصحابي اذاكر عنده. ايه، الله يرحمها كانت لازم تطمن عليا. ليها حق يا حبيبي، اللي عنده ولد شقي وعصبي زيك كده لازم تطمن عليه. لكن انت بقى ما كنتيش عايزاني ادخل المطبخ ليه؟ اصلي عامله لك مفاجاه. ممكن اعرفها؟ لا مش دلوقتي، امال هتبقى مفاجاه ازاي؟ الساعه 5 بالظبط، لما عمك وبابا وطنط يجوا
هتعرف المفاجأة. يا سلام، تفتكري بقى انا عندي صبر استنى كمان ساعتين؟ لا لا، انا لازم اعرف دلوقتي، يعني دلوقتي. طيب زي بعض، أمري لله، لأني عارفة إن دماغك ناشفة وعندي. ايه قولي بقى. تعال على المطبخ. ايه ده؟ دي تورته. أيوة حبيبي، كل سنة وأنت طيب يا محمد. وانت طيبه. الله، امال انت عيد ميلادك امتى؟ أنا عيد ميلادي فات من شهر يا محمد. عشان كده عملت التورته؟ عشان تكسفيني يعني كمني ما افتكرتش؟ أكسفك ليه يا محمد؟ لاني ما قلتلكيش كل سنه وانت طيبه. ثم دي غلطتك انت يا ست هانم، ما نبهتنيش وقلت ليه ان عيد ميلادك جه. ساعتها كنا متخاصمين وقعدنا أسبوع ما نكلمش بعض. شفتي؟ تبقى غلطتك بالفعل، وكان لازم تصالحيني علشان عيد ميلادك. أنا عمري ما كنت وصولية يا خسارة، لغاية دلوقتي ما تعرفش مراتك ولا عمرك هتفهمني. ما بقى خلاصي، هنتأخر على عمي، احنا رايحين على الغدا مش على العشاء. خلاص أهو أنا جاية. يلا بينا. محمد. نعم. يلا بس يلا، بلاش نتأخر أكتر من كده. بص كده قبل عليا. ايه مالك؟ أبص على ايه؟ مش شايف حاجة متغيرة فيا؟ حاجة ايه بس؟ حاجة زي ايه؟ يلا بقى وحياة ابوكي لسه المواصلات. اخص عليك يا محمد، عمرك ما شفت قصة شعري أو تسريحته شكلها ايه؟ يا خبر، انت قصيتي شعرك؟ ولابسة فستان جديد، ايه ما لفتش نظرك؟ ما خدتش بالي. وايه بقى الكلام الفارغ ده انت هايفة هيافة. لا مش هايفة، بس بشوفك وبسمعك. إذا شفت بنت عمك أو أي حد لابس شيك بيلفت نظرك، إلا لبسي أنا عمره ما لفت نظرك أبدا، مع إن الكل بيقولوا عليا شيك. انا منكرش ده، اي حد غريب فعلا بيلفت نظري. أنا مش مراتك. اتحدى اي راجل بيقول لمراته كده، انت شيك، انت حلوة. لك حق، عشان كده لما بتشوف شكلي حلو ما بيهونش عليك تقولها، لكن تبصلي وتضحك وتقولي ايه القرف ده، شكلك وحش. فاطمة طبعا انت عارفة اني بهزر مش اكتر. لا يا محمد، الست مننا تحب دايما ان جوزها يأكد لها كل يوم والتاني حبه ليها، وانه لسه معجب بيها زي اول يوم شافها فيه وحبها فيه وخطبها. معقول يا عالم ده؟ معقول في واحد في الدنيا كل يوم يقول لمراته انا بحبك، انت جميلة، انت حلوة، برغم مشاكل الحياة اللي تجنن؟ ومعقول ان الحياة تبقى جافة بينهم كده وعملية في كل شيء؟ انا دايما يا محمد عايزة اقول لك اللي في قلبي دايما على لساني، كلمة حب، كلمة حنان، لكن بمعاملتك دي وعصبيتك بيعجز لساني وبيتحجر الكلام ويتحبس جوه قلبي، لدرجة اني حاسة ان جوه قلبي بركان هينفجر